موزمبيق زنبقتنا، حرفيا موزمبيق زنبقتنا. بس والله العيب مش عليكم، والله العيب مش على الفرقه دي، العيب على جيل 2006 2008 2010. العيب على جيل 2006 2008 2010 اللي طمعنا في افريقيا. يا نهار اسود يا جماعه على كميه الدعم اللي بتدعمه. لازمكوا قاعده، لازمكوا قاعده. انتوا ليله ابوك سودا النهارده، ليله ابوك سودا حرفيا. من غير مونتاج يا صاحبي، من غير مونتاج يا صاحبي. اظبط بس المكان من غير مونتاج وهتنزل كده، والله من غير مونتاج. ده انت ليلتكوا سودا، ليلتكوا سودا، ليلتكوا سودا. ظبطت؟ ما ظبطش. ما هو مش طبيعي، والله مش طبيعي يا جماعه. اضعف فريق في المجموعه، اضعف فريق في المجموعه، مش عارفين نكسبه. مصطفى محمد اول ما نزل جاب جون في الدقيقه الثانيه، يصبح ثالث اسرع هدف في تاريخ الكره المصريه. يعني اسرع لاعب مصري يسجل هدف. حسن الشاذلي وقبليه كان حد ما اعرفوش، يعني في الثمانينات والتسعينات. تمام. ليه بقى نطمن؟ يعني حرفيا ليه نطمن ان احنا جبنا جون؟ فين دور القائد هنا؟ فين دور حمو صلاح؟ فين دور حمص الله يا صاحبي؟ فين حمص الله؟ فين حمص الله؟ حمص الله دوره جاي، صلوحه دوره جاي بعدين. فين دور فيتوريا؟ انت دلوقتي جبت جول، فين دور فيتوريا ان هو يزود على الجول؟ فين؟ ما تعصبوناش يا جماعه. فين دور فيتوريا؟ فين دور فيتوريا هنا؟ جبت جول، زود الثاني والثالث والرابع. احنا قاعدين في القهوه، قاعدين بنشد في شعورنا، قاعدين بنشد في شعورنا باللي بنشوفه. قلت ندعم؟ اسكت، مش هنتكلم في اختيارات فيتوريا في لعب. انا صورت حلقه في الشارع، والله صورت حلقه ومرت انزلها. صورت حلقه في الشارع، محدش عاجبه في الشارع اختيارات فيتوريا خالص. وده مش ده مش وقته، ده مش وقته. هنتكلم يا صاحبي على مين؟ مصطفى محمد اتكلمنا عليه. نيجي بقى لمحمد هاني، محمد حمدي. يا جدعان يا جدعان، وقسما بالله محمد هاني ده لا يصلح انه يلعب كوره، وقسما بالله لا يصلح يلعب كوره. انا كواحد اهلاوي ما اعرفش، انا مش عارف بيلعب ازاي في الاهلي. ما بيعرفش يرفع عرضيه، ما بيعرفش يعمل كروس يا جماعه، ما بيعرفش يقطع يا جماعه. محمد هاني ما بيلعبش غير في المونديال بس، كاس عالم بس يا جماعه. محمد حمدي، انا مش هتكلم عن محمد حمدي ليه؟ لان عندك فتوح لسه مش جاهز. فتوح اللي انت مختاره حرفيا لسه مش جاهز. يعني واخد اللي انت واخد لي باك شمال بس واحد، واخد باك شمال بس واحد. محمد حمدي احسن الوحشين، بس حرفيا فدادين وراه، فدادين وراه. الكرة بتتلعب في ظهره فدادين. وعلي محمد علي، علي محمد علي بيقول لك من احسن نجوم من وراه. محمد حمدي من احسن نجوم من وراه. يا جدعان يا جدعان، والله العظيم ما عايز اتكلم على اختيارات، والله ما عايز اتكلم. تخيل كده يا جماعه ياسر ما كانش راح. تخيل، انا جاي لك في نقطه ياسر. تخيل ياسر ما كانش راح. اكرم توفيق، يعني ما تاخدش اكرم توفيق، ده انت اكرم توفيق ده لو لعبته جون، لو لعبت. يا جدعان دي بطوله اكرم، دي بطوله اكرم. الواحد دم محروق. دي بطولات اكرم، ديت افريقيا. بتلعب في افريقيا، بتلعب مع افارقه، لازم اللعيبه رجاله. لعيبه رجاله يا جدعان. والله بفتكر في حاجات في الماتش يا جدعان. محمد صلاح الكوره جايه له، هو قسما بالله خايف يخش ياخدها. وربي ما اعبد، خايف يخش ياخدها، خايف يخش ياخدها. انت عبيط، انت ازاي خايف تخش تاخدها؟ ما تجمد وتلعب راجل، مش تلعب غرفه ده مشي. نيجي بقى لحجازي، حجازي ومحمد عبد المنعم. فين التفاهم؟ فين الترابط؟ طب يا عم ماشي، مفيش تفاهم ولا في ترابط ولا في اي خرا. انت عندك ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم. ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم واخدين كل البطولات مع الاهلي، احنا واخدين كل البطولات. في اكتر كيمياء بين الاثنين ياسر ومحمد. وحجازي لسه راجع من اصابه ومش جاهز بدنيا ولا جاهز حاجه خالص. يعني انت شفت الجون بتاع الجون الانفراد، الجون الثاني، حجازي مش قادر يضرب سبرنت مع الراجل، مش قادر يا جماعه، مش قادر. حجازي مش قادر يضرب سبرنت، فعمل تاكلينج. انا رايح دماغي، حط التاكلينج الولا انفرد، حط الجون الثاني في الشناوي. حجازي مش جاهز. ليه ما تلعبش بياسر؟ ليه ما تبداش بياسر وعبد المنعم؟ كيمياء اكتر مع بعض، الاثنين كيمياء اكتر مع بعض. ليه ما تبداش؟ يعني هو انت عشان محترف هتحطه؟ يعني هو انت عشان محترف او عشان بيلعب في الدوري السعودي هتحطه؟ ما ينفعش، ما ينفعش يا جماعه. انا قلت حجازي، والله قلت، والله قايل، والله قايل يا جدعان. حجازي لسه ما عادش فورمته. حجازي تنزله في اخر ربع ساعه، في نص ساعه. حجازي اكتر من ياسر ابراهيم. سوري، انا قلت حجازي اكتر من ياسر ابراهيم في الخبرات وكل حاجه. قد ياسر في اول ماتش، اخر ربع ساعه، اخر نص ساعه انزل حجازي، اوقفه على نفسي على رجله للادوار الجايه، الادوار الاقصائيه لما نصعد ان شاء الله. ليه ما تبداش بياسر؟ دي نقطه يا عم فيتوريا. مين تاني يا باشا؟ تعالوا بقى نص الملعب.
محمد النني. تعالى بقى نتكلم محمد النني. محمد النني على المستوى الشخصي كلنا كمصريين بنعشق محمد النني، حرفيا بنعشق محمد النني، تمام؟ بس محمد النني ما بيلعبش في ارسنال. محمد النني والله ما عارف يستلم يا جماعه، والله ما عارف يستلم الكره ويسلمها، مش عارف يستلم الكره ويسلمها. بتلعبوا ليه؟ بتلعبوا ليه؟ احنا جبنا اخرنا. بتلعبوا ليه؟ انت بتلعبوا ليه؟ مش عارف يستلم الكره ويسلمها. مروان عطيه، طب ما انت ما بتتفرجش على مروان عطيه يا عم فيتوريا؟ يعني انت ما بتتفرجش على مروان عطيه؟ يا عم قول لي انت ما بتتفرجش على مروان عطيه؟ ما بتتفرجش عليه؟ حط يا عم مروان، يا عم حط مروان ولعب امام من اول الماتش الثمانيه، نزله بثقه، العب يا عم بالاساسي، ما تقرفناش يا عم. ده انت اسهل ماتش في المجموعه وخسرانه. العب يا عم بديانج، العب بخرا، استغفر الله العظيم يا رب. العب بمروان وامام، العب بمروان وامام يا عم. 8 و6 احسن 8 و6 في افريقيا كلهم عندك، مش عارف تلعب بيهم ليه؟ ما لعبتش ليه بيهم من اول ماتش؟ طيب تمام. نيجي لحمص الله، نيجي لحمو صلاح. حمو صلاح النهارده ربنا بيحبك يا ابني والله، وربنا انت ربنا بيحبك، انت ربنا بيحبك. ليه؟ لان اخر كوره دي قسما بالله لما كانت داخل الجون كنت هتروح ليفربول مش هترجع تاني. انا جبت اخر خلاص، احنا جبنا اخرنا. اول ماتش قلنا ندعم وما نطلعش نهاجم وما نطلعش نطين وما نطلعش نتكلم، وادعم فريق منتخبك ونشجع، وعملنا اعلانات وقول برافو ان شاء الله البطوله دي. انت ولا كسبت ولا عرفت تكسب، وتعادلت في اخر دقيقه بالحب كده، ولا عملت اداء يا جدعان. وقسما بالله اللعيبه وربي ما اعبد، اللعيبه بتستلم الكره خايفه. محمد صلاح الدور القائد، فين محمد صلاح؟ فين محمد صلاح في نص الملعب؟ الدنيا متقفله خالص يا عم صلوحه. انت ما بتتفرجش، انت حاليا بيقارنوك بكريستيانو وميسي صح؟ والشعب المصري اللي هو احنا بنقارنك بكريستيانو وميسي، تمام؟ هو انت كريستيانو وميسي لما الكره بتبقى قافله خالص على اللعيبه كلها 30 لما كانوا 30 و28 سنه كان بينزلوا يستلموا ويشد الفريق كله. فين يا عم صلوح؟ ليه مش عايز تشد الفريق يا صلوح؟ حتى يا عم ما تشدش الفريق يا عم فيتوريا ما تلعب لنا صلاح طيب سترايكر، معلش تعالى على نفسك، لعب صلاح سترايكر. هتقول لك لعب صلاح سترايكر ازاي؟ هقول لك عايز استفاد من ام زيزو على يمين اللي هو احسن لعيب في مصر، هلعب زيزو يمين، صلاح سترايكر مرموش. صلاح يا جماعه، صلاح هيوقف السيرد باكين، هيوقف الاربعه اللي ورا عموما. لو لعبت سترايكر صلاح هينزل يستلم من امام او من اي لعيب، هينزل يستلم هيفضي مساحه اللي ورا بسرعتين، بالسرعه بتاعت زيزو بسرعه مرموش، هيخلص هيضم. صلاح لو نزل استلم وامام عاشور سقط في المساحه اللي ورا صلاح، بعد ما يجي يستلم الاثنين هيضموا يا جماعه وهيحطوا. فين الافكار دي؟ فين يا عم صلاح؟ فين يا عم صلوح؟ محمد الشناوي انا ما حملوش حاجه انا حرفيا اللي يطلع من الماتش ده مجبور الخاطر ونشجعه ونقول برافو. هو احنا عرفنا نستحملكم والله، لان احنا قدرنا نكمل 90 دقيقه. انت بتلعب اضعف فرقه حرفيا في المجموعه، مش عارف تكسبها ولا عارف تعمل حاجه معاها، وبنشجع وبننتقد. وقف وبننتقد رضا عبد العال لان بنقول احنا ما عندناش منتخب. انا واحد بنتقد وبقول لك لا، رضا عبد العال ما ينفعش ما يتكلمش والله، ونسكت ونطبل المنتخب اسكت يا حبيبي، ده افريقيا. بس ارجع واقول لك العيب مش على الفريق ده، العيب ده مش على الفريق او مع المدير الفني او على الاداره او على اي حاجه. العيب على جيل 2006 2008 2010، دول العيب فيهم يا جماعه. يعني دول العيب فيهم. ليه العيب فيهم؟ لان الناس دي حطت في دماغنا ان البطوله سهله. ليه؟ لان انت عندك واحد زي ابو تريكه، واحد زي زيدان، واحد نص ملعب زي احمد حسن. انت ما عندكش لاعب. انت حاليا مين نجم المنتخب؟ محمد صلاح. محمد صلاح عامل ايه؟ محمد صلاح بيعمل ايه مع المنتخب؟ ما تجنناش يا جماعه. محمد صلاح مش هيلعب كويس يتركن بره على الدكه ما هو مش نبأ او مش رسول، هو مش كريستيانو ميسي عشان ينزل يلعب اساسي. يعني هتلعب وحش شده يا عم فيتوريا، يعني احنا بنقول لك كده، اللي يلعب وحش شده. صلاح فين طول الماتش؟ فين صلاح طول الماتش؟ اللي يجي لك فين صلاح؟ وحش طلعه. ما فيهاش احاسيس، هو من افضل لعيبه العالم على دماغنا وعلينا وعلى راسنا والله، ما حدش يتكلم، بس وحش طلعه. بصراحه انا طلعت كل اللي في قلبي، واظن ده اللي في قلبكم والله. يعني حرفيا كل ده طلعته من قلبي، وهو برضه اللي في قلبكم. وانا ما بحبش اطلع اتكلم على دوريات ولا اتكلم على دوري مصر، ولا بحب اتكلم عشان الواحد ضغطه عيال لو طلع يتكلم على المنتخبات. انا فكنا وان شاء الله يعني نشوف الماتش الجاي، ماتشنا الجاي نشوف كده ان شاء الله يعني تغيير بقى. يعني نشوف تغيير، نشوف ياسر ابراهيم مع محمد عبد المنعم يربط معاه،
شوف مثلا ايه، ادي مثلا فتوح اخر تلت ساعه مثلا، اخر ربع ساعه يا عم، ادي فتوح مثلا جريه للي جاي، ادي مثلا ياسر ابراهيم حطه، جري حجاز، حجاز اتصاب. تخيل كده راح حجاز اتصاب، هتلعب لمين؟ علي جبر، هتلعب علي جبر مكانه واكرم. تعرف الحاجه اللي مزعلاني حاجه واحده بس والله، حاجه واحده بس وربنا، حاجه واحده مزعلاني. ما تدومش اكرم، يعني يا بني ادم انت ما تدومش اكرم ليه؟ اديني سبب واحد انك ما تدومش اكرم توفيق، اديني سبب واحد، سبب واحد. وربي انا لو عندي ثلاثه من اكرم توفيق رجاله يا عم، انا مش عايز فنيات ولا عايز خرا، انا مش عايز حاجه خالص، انا عايز لعيبه رجاله، عايز لعيبه رجاله قلبها على الجون، قلبها على الكوره، قلبها انها تكسب، قلبها مفيش دبانه هتعرف تعدي من اكرم. انا لو معايا ثلاثه من اكرم توفيق ده اخد كاس عالم، اخد كاس عالم مستريح، اروح كاس عالم واخد كاس عالم وانافس بثلاثه من اكرم توفيق، ثلاثه رجاله في المنتخب. بس عليه العوض احنا ملناش قومه، وربنا يستر من اللي جاي. سلام.